قبل اي حاجه ربنا يسترها عليا بعد الفيديو ده. انا هتكلم لان خلاص طفح الكيل. المفروض ان اي اداره في اي نادي بتعمل على تدعيم الصفقات في الفترات الانتقاليه ما بين الصيف والشتاء. الفكره ان احنا دخلنا في صفقه قندوسي فكان فيها سمساره فطرت مننا، ومن قبلها مروان عطيه، فالطبيعي والمنطقي انك بما انك ما عرفتش تدعم الفريق انك تحافظ على العناصر الاساسيه، 1+1=2. فيقوم بقى بعد كل ده وبعد فشلك في الصفقات تقوم تعلن عن رحيل امام عاشور الى ميتلاند الدنماركي. طب مين مصلحته ان اللاعب ده يرحل دلوقتي؟ هقول لك دلوقتي وبالدليل القاطع في الفيديو ان مصلحه من يحكم الزمالك هي اولا وليس نادي الزمالك، وان من يعمل لنادي الزمالك حاليا يعمل لمصلحته الشخصيه هو وابنائه. والله العظيم بالدليل القاطع، والله العظيم بالدليل وبالبرهان. فصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ويلا نبدا. وقبل اي حاجه ربنا يسترها عليا بعد الفيديو ده. بص يا سيدي، قبل اي حاجه اعمل سبسكرايب ولايك على الفيديو. انا مش طالب منك اكتر من كده، عايزين نوصل الفيديو ده ل 5000 لايك، رقم مش كبير والله، سهل نعملها مش كده؟ يلا بقى نبدا الفيديو. بص يا سيدي، امبارح بعد مباراه الزمالك وفيوتشر طلع علينا سياده المستشار مرتضى منصور على قناه نادي الزمالك، القناه اللي بتضر بنادي الزمالك والله العظيم، بس ما علينا، مش دوره دلوقتي القناه، او مش هنتكلم دلوقتي على القناه. طلع مع اللاعب امام عاشور وهو بيعلن عن رحيل امام عاشور عن نادي الزمالك، وان رغبه اللاعب الاحتراف، وان سياده المستشار وافق فقط لسببين. السبب الاول رغبه اللاعب، السبب الثاني بقى ان امام عاشور لاوي دراع نادي الزمالك. ازاي؟ عن طريق الكابتن حسين لبيب. فطلع علينا سياده المستشار بالصوت والصوره، وارجع واسمع بنفسك، وقال يا سياده او يا كابتن حسين لبيب، سياده المستشار قال يا كابتن حسين لبيب ليه ما وثقتش عقد امام عاشور حتى 2025؟ كنا قدرنا ان احنا نجبر اللاعب او على الاقل نضغط على اللاعب على البقاء، لكن خطأ الكابتن حسين لبيب في توثيق عقد امام عاشور هو من اجبر سياده المستشار يا ظلمه على رحيل اللاعب. لا طب تعالى انت صدقت، تعالى فلاش باك على تصريح الاستاذ امير مرتضى منصور مع الاستاذ ابراهيم فايق الاعلامي بقناه اون تايم سبورت في برنامج جمهور الثالثه في فقره السبوره، لما قال الاستاذ امير مرتضى منصور بالصوت والصوره: الحمد لله ان قدرت اوقف توثيق عقد امام عاشور وعبد الله جمعه. شفت بنفسك سياده المستشار بيقول ايه وابنه بيقول ايه؟ شفت بنفسك سياده المستشار بيقول ايه؟ بيقول اسالوا الكابتن حسين لبيب، رغم ان مين؟ رغم ان ابنك الاستاذ امير مرتضى منصور بالصوت والصوره هو اللي قال في برنامج تلفزيوني انا اللي وقفت توثيق عقد امام عاشور وعبد الله جمعه. مين المسؤول دلوقتي بقى؟ مين اللي بيضر بمصلحه نادي الزمالك دلوقتي؟ انا بسالك سؤال، الناس اللي دخلت كتبت لي في التعليقات قبل كده انت قابض وانت متزملك، انا بسالك السؤال دلوقتي، سياده المستشار بيقول كلام والاستاذ امير بيقول كلام، قلت لك ده قال الكلام فين؟ في قناه نادي الزمالك بعد مباراه الزمالك وفيوتشر، والتصريح موجود ومتلفز وادخل اسمعه. والتاني الاستاذ امير قال الكلام ده فين؟ قاله في برنامج جمهور الثالثه مع الكابتن او مع الاعلامي ابراهيم فايق في برنامج جمهور الثالثه في فقره السبوره، قال نصا كده انا اللي وقفت توثيق عقد امام عاشور وعبد الله جمعه. حلو هنعتبر ان الاستاذ امير مرتضى منصور ما قالش حاجه، وان فعلا الكابتن حسين لبيب راجل سيء. مع احترامي للكابتن حسين لبيب انا ما قصدتش حاجه، بس هنفترض ان الكابتن حسين لبيب راجل مش مصلحته نادي الزمالك، وانت يا سياده المستشار اللي مصلحتك نادي الزمالك. انت موجود بقالك قد ايه في النادي؟ بعد عودتك مره ثانيه موجود بقالك سنه و3 شهور، سنه وشهرين، يا عم بقالك سنه، الشهرين دول على حساب انا يا رجاله، موجود بقالك سنه، ما جددتش ليه الامام عاشور؟ سؤال وعلامات استفهام كتير، ما جددتش ليه لامام عاشور؟ انت بنفسك امبارح قلت في الفيديو ان امام عاشور من حقه يوقع حر في يناير القادم، يعني لسه قدامنا سنه وانت ما عرفتش تجدد في الانتقالات الشتويه، بعد فشلك الذريع وفشلك فشلك الكبير جدا في الانتقالات الصيفيه ب10 صفقات في شنك مفيش فيهم غير صفقه دونجا. فما قدرتش انك تدعم في يناير او تدعم في الصفقات الشتويه، خلاص خلي معاك امام عاشور حتى الصيف القادم، هيبقى معاك من الصيف القادم ليناير انك تجيب له عقد وتمشيه وتستفيد منه ومش هيرحل مجانا. لكن ايه الفكره بقى من رحيل امام عاشور دلوقتي؟
اسال سمسار امام عاشور اللي هو امير من الاخر عمولته كام في ال 105 مليون جنيه مصري. عرفت دلوقتي مين المستفيد؟ عرفت دلوقتي ان اللي بيعملوا في مناصب المسؤوليه في نادي الزمالك بيعملوا لمصلحه مين؟ لمصلحتهم الشخصيه. ده مش كلامي، ده بالدليل وبالبرهان. فكر كده وشوف ورتب الاحداث. طب هقول لك حاجه كمان على السريع. اثناء فتره الكابتن حسين لبيب رحل ثنائي الفريق اللي من العناصر الاساسيه فرجاني ساسي المحترف التونسي والمهاجم مصطفى محمد، صح؟ وقتها طلع امير مرتضى منصور على تويتر وقال حرام عليكم مع وقف القيد بتمشوا اللعيبه مش عارفين تجددوا لهم، رجعونا. طب اديك رجعت. كام لاعب رحل عن نادي الزمالك بعد عوده المستشار مرتضى منصور مره ثانيه؟ كم لاعب رحل؟ احنا قلنا ان في ثنائي رحلوا اثناء فتره الكابتن حسين لبيب، اللجنه المؤقته اللي كانت متعينه من قبل وزاره الشباب والرياضه واللجنه الاولمبيه بسبب حل مجلس اداره نادي الزمالك. فمع عوده المستشار مرتضى منصور رحل عن الفريق خمسه من العناصر الاساسيه وضيف عليهم امام عاشور، بقوا سته يا زملكاويه، 6. مين هم بقى؟ عد معايا. محمد ابو جبل في حراسه المرمى، طارق حامد مسمار خط وسط الزمالك اللي لما الزمالك حب يدعم خط وسطه بعد رحيل طارق حامد جبنا زكريا الوردي اللي ب100 من طارق حامد، اسبوعين 2 وفلسع، جري من نادي الزمالك. قال لك مشكلته نفسيه، الراجل حالته النفسيه صعبه مش مستحمل. ده اللي ب100 من طارق حامد. محمد ابو جبل، طارق حامد، الاهم على الاطلاق اشرف بن شرقي ونجم مصطفى فتحي، واخرهم امام عاشور. 6 من العناصر الاساسيه رحلوا في وجود المستشار مرتضى منصور والاستاذ امير مرتضى منصور. طب ايه بقى؟ دعمت بمين بقى انت؟ دعمت بعمر جابر، دعمت بسامسون ايكينولا، دعمت بمصطفى شلبي، دعمت بعمرو السيسي، دعمت بالزناري. ايه ده؟ دي صفقات؟ دول هيعوضوا غياب بن شرقي وطارق حامد؟ دول هيعوضوا غياب فرجاني ساسي ومصطفى محمد؟ لا بلاش فرجاني ساسي ومصطفى محمد، انت هتحاسب الراجل على اللجنه المؤقته. خلاص انا مش هحاسبه على رحيل الثنائي اللي رحلوا في اللجنه المؤقته، بس من حقي احاسبه عن ال5 اللي رحلوا او ال6 دلوقتي اللي رحلوا في وجوده، صح ولا ايه؟ ما هو 1 زائد 1 بيساوي 2، الموضوع سهل. شغل دماغك بس، فكر، مش طالب منك والله اكتر من انك تفكر. فكرت؟ عرفت مين صاحب المصلحه؟ انا خلصت كلامي. دلوقتي قدامك الاحداث بالترتيب، وانت بنفسك اللي هتحكم. انت بنفسك دلوقتي اللي هتحكم، وهتعرف ان اللي بيحكم نادي الزمالك دلوقتي عايز مصلحته الشخصيه، عايز اسمه يفضل يتقال اتنشن هور، شخص محب للظهور على حساب مصلحه نادي الزمالك. مش مهم بقى الزمالك هيتضر في ايه، مش مهم لجنه اتحاد الكوره هيمنع التعامل معانا، مش مهم ان الراجل الاجنبي كلاتنبرج رحل واساء لنادي الزمالك وللزملكاويه والمصريين عموما، مش مهم ان احنا عاملين مشاكل مع اتحاد الكوره، مش مهم ان احنا عاملين مشاكل مع لجنه الحكام قبلها وبعدها، قبل كلاتنبرج وبعد كلاتنبرج، مش مهم كل ده، مش مهم. الاهم من كل ده ان انا وامير واحمد بنعمل لمصلحه النادي من غير فلوس. اظن دلوقتي عرفت مين اللي بيعمل لمصلحته ومين اللي بيعمل لمصلحه النادي. اظن دلوقتي عرفت ان انا زملكاوي بحب النادي، عشان كده بتكلم من خوفي على نادي الزمالك. انا ماليش اي مصلحه، انا لا مع ده ولا مع ده، انا مع نادي الزمالك. انا زملكاوي، انا مش بشجع مرتضى ولا بشجع ممدوح عباس ولا انا زملكاوي، انا بحب نادي الزمالك. انا ابويا في البيت اهلاوي لكني انا زملكاوي، انا بحب نادي الزمالك، انا بتكلم لمصلحه النادي الزمالك. شوفوا قناه الزمالك لما بدات بمين؟ بدات بفن وهندسه احمد عفيفي، ودلوقتي مين اللي قاعدين في قناه الزمالك؟ عارفين مين اللي قاعدين؟ اللي بيقولوا ايوه صح برافو، صح ولا مش صح؟ اظن دلوقتي عرفت ان هم موجودين لمصلحه الشخص اللي جايبهم لمصلحتهم، ان هو مصلحتهم مع مصلحته. ففي النهايه هي مصالح، وفي النهايه مصالحهم هم واللي جايبهم بتغلب على مصلحه النادي. عشان كده الزمالك واقع، والله العظيم. عشان كده الزمالك هو اكبر المتضررين من كل اللي بيحصل. رحل امام عاشور ورحل من قبله طارق حامد اللي مش قادرين نعوضه حتى الان، مش قادرين والله العظيم ولا هنقدر اقسم بالله. رحل من قبلهم اشرف بن شرقي، رحل ابو نجم، رحل مصطفى فتحي، رحل محمد ابو جبل، كل هؤلاء رحلوا عن نادي الزمالك. بس انا خلصت كلامي، وانت دلوقتي بنفسك اللي عرفت مين اللي مع نادي الزمالك ومين اللي مع مصلحته الشخصيه. لو وصلت لنا في الفيديو
صلي على النبي تاني وتالت ورابع، لان الصلاه على النبي اهم من اي حاجه. والله كل انك صليت على النبي ده عندي بالدنيا. وعايزك تقول لي رايك في تعليق، هل الكلام اللي انا قلته لك انت مقتنع بيه ولا مش مقتنع بيه؟ ولو عندك وجهه نظر تانيه قولها لي في التعليقات، وانا هناقشك في وجهه نظرك. طالما احترمت وجهه نظري هحترم وجهه نظرك. لكن هتدخل تشكك فيا وتشكك في كلامي وتتهمني بقى بان انا واخد فلوس وان انا قبيض وان انا متزملك، يا سيدي الله يسامحك من دلوقتي. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.